هنتكلم النهاردة عن أول وأهم خطوة بنعملها في بداية تشغيل المصنع وشراء المكن والمعدات والأجهزة المختلفة، وهو إجراء التأهيل أو الكواليفيكيشن. التأهيل أو الكواليفيكيشن ده أول وأهم إجراء أو بروتوكول بنعمله وأنا بشتري المكن والأجهزة اللي هشتغل بيها في المصنع، عشان يبقى دليل إثبات إن كل المكن والأجهزة اللي عندي بتأدي الوظيفة المطلوبة بشكل متكرر وموثوق وآمن طبقا للمواصفات والمتطلبات المختلفة. وإجراء التأهيل أو الكواليفيكيشن عبارة عن سلسلة من الخطوات المتتالية والمتتابعة هنعرفها مع بعض بشكل بسيط. أول خطوة هي ال URS أو ال User Requirement Specification، ودي المرحلة اللي بكتب فيها كل المواصفات والمتطلبات اللي أنا عاوزها في المكنة أو في خط الإنتاج اللي أنا هشتريه، ودي في الغالب بتكون مسؤولية مشتركة بين الإدارة الهندسية وإدارة الجودة والإنتاج والسيفتي. بنكتب فيها مواصفات المكنة أو المعدة بالتفصيل أو خط الإنتاج، مثلا الخامات اللي هتتصنع منها المكنة سواء ستانلس ستيل 316 أو غيره، درجة الحرارة اللي هتشتغل عندها المكنة، نظام التحكم اللي أنا عاوزه في المكنة، نظام الإنذار والأمان والكهرباء وغيره. كل المواصفات دي بكتبها في صورة إجراء اسمه ال URS، وببعتها للسبلاير أو المورد أو الشركة أو المصنع اللي بيعمل المعدات أو الأجهزة المختلفة الخاصة بالصناعة. ولازم نعرف حاجة معينة، إن فيه مكن بيكون موجود ومتصنع جاهز عند المصنع أو المورد، وفي مكن أو خط إنتاج كامل بيتم تصنيعه طبقا لمواصفات معينة أو مواصفات محددة أنت بتبعتها له أو المصنع بيبعتها له. يعني في مكن موجود جاهز أنت بتبعت المواصفات اللي أنت عاوزها، والمكن ده موجود جاهز عند المورد أو المصنع. لكن في الغالب كل شركة أو كل مصنع بيطلب خط إنتاج أو مكن بمواصفات معينة، فبالتالي شركة التصنيع بتبدأ تصنع المكن ده طبقا للمواصفات المطلوبة اللي المصنع طلبها. بعد كده الشركة اللي هتصنع المكن أو المعدات المختلفة بتبعت للمصنع حاجة اسمها DQ أو Design Qualification، وده الإجراء اللي بيثبت فيه إن التصميم اللي هو عامله بيحقق كل المواصفات والمتطلبات اللي احنا عاوزينها في ال URS. يبقى احنا بنعمل المواصفات أو ال URS وبنبعتها للمورد أو المصنع اللي بيصنع المكن. بعد كده المصنع بيعمل Design Qualification وبيبعته لينا، وبياخد مننا الموافقة على بداية تصنيع المكن أو بداية تصنيع خط الإنتاج أو المعدات المطلوبة. يبقى نفهم من ده إن ال URS دي مسؤولية المالك أو الشركة اللي محتاجة مكن أو خط إنتاج، وبعد كده ال DQ أو ال Design Qualification دي مسؤولية المورد أو الشركة اللي هتبدأ إنها تصنع المكن أو خط الإنتاج أو المعدات المختلفة. بعد ما ينتهي من التصنيع بيبدأ يتواصل معانا عشان نعمل الخطوة اللي بعد كده، واللي اسمها FAT أو Factory Acceptance Test، واللي بيحصل فيها إن بيسافر وفد من عندنا من المصنع ممثل في الإدارة الهندسية والجودة والسيفتي والإنتاج، عشان يجربوا المعدات والمكن في مكان التصنيع قبل ما نشحنها للمصنع بتاعنا، عشان نتأكد ان نفس الديزاين كواليفيكيشن اللي اتعمل واتنفذ على ارض الواقع هو نفس المتطلبات والمواصفات اللي احنا عاوزينها. وده بعمله عند المورد او الشركة المصنعة قبل ما يشحنها للمصنع بتاعنا، قبل ما يشحن المكن او المعدات او خط الانتاج للمصنع بتاعنا، عشان لو عاوز اعمل اي تعديلات بقوله عليها والمكن لسه موجود عنده. وبعد ما نتأكد من مرحلة الفات بيبدأ المورد في عملية نقل او شحن المكن او المعدات او خط الانتاج للمصنع بتاعنا، وبندخل على الخطوة اللي بعد كده واسمها سات او Site Acceptance Test، وده بيحصل فيها اختبار المكن والمعدات في المصنع بعد الشحن والاستلام. بيجي ناس من عند المورد أو الشركة المصنعة عندنا في المصنع وبيبدأ يعمل اختبار للمكن والمعدات وتدريب للناس اللي هتستلم المعدات والمكن وهتشتغل عليها. ومرحلة التشغيل بتحصل في 3 خطوات. الخطوة الأولى بنسميها IQ أو Installation Qualification، ودي بتأكد فيها من توفير المكان والبيئة المحيطة المناسبة
عشان المكن أو خط الإنتاج أو المعدات بتاعتي تشتغل بالصورة المناسبة والمطلوبة. بعد كده بدخل على الخطوة التانية اللي بسميها OQ أو Operation Qualification، والخطوة التالتة واللي بسميها BQ أو Performance Qualification. والخطوتين دول بتأكد فيهم إن الأجهزة أو المعدات بتشتغل بصورة مثالية وبتأدي الغرض المطلوب منها باستمرار وبصورة فعالة وموثوقة طبقا للمواصفات والمعايير. وطبعا كل الخطوات دي بداية من ال URS إلى آخر خطوة أو ال BQ بيتم كتابتها بالتفصيل من قبل الأشخاص المسؤولين في صورة بروتوكول مع التوقيع والإمضاء، وبيتم الاحتفاظ بالبروتوكولات دي في الأرشيف الخاص بالمصنع عشان تبقى evidence أو دليل على كفاءة الأجهزة والمكن والمعدات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.